لو عندِك بقى كده شوية دقيق وقطعة فراخ، يبقى لازم وضروري إنِّك تجرّبي الوصفة دي، حرفيًا لو أنتِ عملتيها مرّة يبقى لازم هتكرّريها 1000 مرّة، وكمان سهلة جدًا، 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 جدًا وما بتاخدش وقت، وكمان مش محتاجة أي مجهود ولا عذاب، يعني هتجيبي شوية الدقيق وهتعجنيهم وهتعملي بيهم أحلى معجنات وأحلى غدا أو عشا كمان، حقيقي بقى فايتِك كتير لو ما جرّبتيهاش، يالّا بينا نشوف عملنا الوصفة الجامدة دي إزاي، بس يا ريت في الأول ما تبخلوش علينا بلايك للفيديو وكمان بتعليق على رأيكم للوصفة. في الأول خالص كده هنجهز الصلصة، فهي عبارة عن 3 وحدات من الطماطم طبعًا مقشرينهم وشايلين البذر منهم، وكمان قطعة كده من الفلفل الأحمر ودي طبعًا اختياري تقدري تستغني عنها خالص، وكمان كده بصلة صغيرة خالص مقطعاها لقطع صغيرة، وهاضيف عليهم ربع كوباية من المَيّة. هنخلطهم بقى مع بعض في الكبة لحد ما الخليط ييجي لي سائل بالشكل اللي أنتم شايفينه. طبعًا تقدري تضيفي توم لو أنتِ عايزة، بس أنا بالنسبة لي البصل يعني أفضل من التوم. جِبت بعد كده حلة على نار وسط، حطيت فيها شوية من الزيت، وبعد كده بقى هانزل عليهم كده بالطماطم، وهاضيف معلقة كبيرة من الصلصة المُعلبة، وطبعًا ما دام ضِفنا صلصة مُعلبة يبقى لازم نضيف شوية من السكر، وضِفت كمان كده عودين من النعناع، وده طبعًا اختياري تقدري تستغني عنه، وضبطت بقى الملح والفلفل الأسود، وكمان شوية من أو رشة صغيرة من السبع بهارات، على كمان شوية من البابريكا، وكمان شوية صغيرين خالص كده من الزعتر. هنخلطهم بقى كويس مع بعض وعلى نار هادية هنسيب الصلصة لحد ما تتسبك معايا. طبعًا ده شكل الصلصة بعد ما اتسبكت معايا، ودي أحلى صلصة ممكن تعمليها وتجهزيها. كده خلاص الصلصة جاهزة معانا، وعايزة أقول لكم إن إحنا مش بنستخدمها غير لمّا بتكون باردة جدًا معانا. يالّا بينا بقى نجهّز العجين، وده عبارة عن 4 كوبايات من الدقيق، يعني بما يعادل كده حوالي 550 جرام من الدقيق. هنضيف عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وكمان معلقتين كبار من السكر، وهنضيف كمان معلقة كبيرة لبن بودرة، بس في الأول كده هاضيف معلقة صغيرة مش مليانة من الملح، وهنضيف معلقة كبيرة من اللبن البودرة وده طبعًا اختياري، وتقدري تستغني عنه وتلمي العجينة وتعجنيها باللبن. هنبدأ بقى نخلط المكونات الجافة مع بعضها كويس، ومعايا كوباية ونص من المَيّة، وأهم حاجة المَيّة لازم تكون دافية علشان تتفاعل معانا مع الخميرة. طبعًا ممكن كمية دقيق عندِك تاخد كوباية وربع بس من المَيّة، وممكن كمية دقيق تانية تاخد كوباية ونص على حسب نوع العجينة بتاعتِك. هنبدأ بقى نقلبهم كويس لحد ما حسيت إن خلاص العجينة أخدت معايا بالضبط كوباية ونص من المَيّة. تعالوا بقى ناخد العجينة بتاعتنا كده ونحطها على الرخامة، بس أهم حاجة إن إحنا هندهن الرخامة بشوية من الزيت، وهنحط بقى كده على العجينة حوالي معلقتين كبار من الزيت، وخدوا بقى العجينة اعجنوها شوية، ما تكتريش في العجينة، هي يا دوبك كده دقيقتين 3 بتكون العجينة اتعجنت معاكِ وبقت زي الفل. طبعًا مش محتاجة أوي إن إحنا يعني ندعك أو نعجن في العجينة كتير، لإن العجينة دي سهلة وبتتخمر معانا في منتهى السهولة. كده خلاص العجينة بقت جاهزة معايا، وزي ما أنتم شايفين هي بتيجي لي في الآخر عجينة طرية ومش بتلزق في الإيد بالشكل اللي أنتم شايفينه. وطبعًا لو عندِك عجان تقدري تحطيها في العجان وتعجنيها في منتهى السهولة، بس أنا باحاول أعجن على إيديّا عشان يعني أكتر البيوت مش بيبقى متوفر فيها العجان. كده خلاص العجينة جاهزة، هنجيب بس بولة وندهنها شوية من الزيت وهنحط العجينة وندهن كمان العجينة بشوية من الزيت، وهنغطي بقى عليها ونسيبها لحد ما تتخمر معانا. في الصيف ما بتاخدش معايا وقت، يعني يا دوبك نُص ساعة وبتبقى العجينة اتخمّرت معانا وبقت زي الفل. يالّا بينا بقى نجهّز الحشوة وتعالوا أقول لكم عبارة عن إيه. معانا كده طاسة على نار عالية هنحط فيها مكعب من الزبدة وكمان معلقتين كبار من الزيت، وبعد كده بقى كان عندي قطعة من الفراخ مقطّعاها لقطع صغيرة بالحجم اللي أنتم شايفينه. أنا باحب في الأول أشوّح الفراخ وأحمّرها وأدّيها لون حلو، بس قبل ما أحمّرها باضيف عليها كده شوية من الملح، وكمان رشة صغيرة من الفلفل الأسود، وكمان شوية من بهارات الفراخ، على شوية صغيرين كده من البابريكا، وهنبدأ بقى إن إحنا نخلطهم مع بعض. أنا هنا عايزة أشوّح الفراخ واخلّيها لونها يتغيّر معايا ولونها يتحمّر معايا وييجي لي بالشكل الجميل اللي أنتم شايفينه. دايمًا باحب أشوّح الفراخ قبل ما أضيف البصل. بعد بقى ما شوّحت الفراخ كان عندي كده بصلتين كبار مقطّعاهم لقطع صغيرة، أو تقدري حتى كمان تفرميهم في الكبة، وهنبدأ بقى نخلطهم مع بعض. وكمان لو متوفر عندِك فلفل ألوان تقدري تقطّعيه برضه لقطع صغيرة وتضيفيه على بقية المكونات. هنخلطهم بس مع بعض كده حوالي دقيقة، وهنضيف عليهم كده حوالي ربع كوباية من المَيّة، وعلى نار هادية هنغطي بقى على الفراخ ونسيبها تستوي معانا. ما بتاخدش 5 دقايق وبتكون استوت معايا وزي الفل. بس في هنا ملاحظة يعني إن أهم حاجة
حاجه ان الفراخ لازم ننشفها من كل السوائل اللي موجوده فيها، ما ينفعش يكون فيها اي سوائل خالص علشان ما تبوظش معانا العجين، وكمان ما ينفعش نستخدمها غير لما تكون بارده جدا معانا. يعني الصلصه لازم تكون بارده والفراخ لازم تكون بارده. وكمان العجينه بعد ما اتخمرت معانا بالشكل ده هنفردها على شكل مستطيل، وبعد كده بقى هنقطعها لحوالي 8 قطع من العجين، او على حسب ما انتي عايزه العجين يكون معاكي حجمه قد ايه. انا هنا قطعتها بالظبط زي ما انتوا شايفين، باخد كل قطعه من العجين وابدا اكورها بالشكل ده. لا انا هنا قطعتها بالظبط معاكم كده ل8 قطع زي ما انا قلت لكم. هغطي بقى عليها واركنها كده حوالي 5 دقايق، وبعد كده بجيب اول كرة من العجين وهبدا افردها على شكل دايره يكون سمكها وسط، مش عايزاها يكون رقيقه قوي قوي وما يكونش كمان سمكها تخين معانا. هو انا عايزاها يكون سمكها بالحجم اللي انتوا شايفينه، يعني اهم حاجه اللي في وسط العجين يكون حجمه متوسط، اما اطراف العجين تقدري ان انت تخليه رقيق عادي مفيش اي مشكله. وهنا بقى بعد ما فردت العجينه هبدا بقى اوزع عليها الصلصه، وزي ما قلت لكم لازم الصلصه تكون بارده جدا والحشو يكون بارد معانا. خلاص كده هبدا اوزع الصلصه على قد نص العجين بالظبط. اما الاطراف بتاعه العجينه مش هنحط عليها صلصه عشان لما بنيجي نقفلها تلزق معانا. هحط هنا كمان شويه من الجبنه الموتزاريلا، ودي طبعا اختياري تقدري تستغني عنها، بس بصراحه بتدي طعم حلو قوي مع الوصفه دي. وهضفت كمان كده بقى الحشو بتاعتنا اللي هي الفراخ، وضفت كمان شويه من الجبنه الموتزاريلا، وكده خلاص انا هحاول ان انا احط الحشوه على قد نص العجينه بالظبط. بجيب بقى بقيه العجين كده وابدا ان انا اطبقه بالشكل اللي انتوا شايفينه، بس اهم حاجه اطراف العجينه لازم نقفلها كويس جدا علشان ما تفتحش معانا في الفرن. وزياده تاكيد ان احنا بنجيب الشوكه ونبدا نقفل بيها اطراف العجين بالشكل ده. وكمان بنعمل كده ايه زي فتحتين 3 فتحات كده في العجين علشان ما يتنفخش معايا قوي في الفرن. طبعا طريقه التشكيل سهله ما بتاخدش اي وقت معانا، بس انا بحب ادهن العجينه كمان قبل ما ادخلها الفرن بشويه من الصلصه. وعندي بقى صاج فرن هدهنه بالزيت كويس جدا، وضروري انك تدهنيه بالزيت علشان العجينه ما تلزقش معاكي في الصاج. هبدا بقى كده احط العجينه يعني او الفطاير اللي احنا عاملينها. وبالمناسبه الفطاير دي قريبه قوي للكاليزوني الايطالي. حطيت عليها كمان من فوق كده شويه من الجبنه الموتزاريلا. واهم حاجه بقى في الوصفه دي هي التسويه لازم النار يكون على اعلى درجه حراره، ونجيب الشبكه اللي في النص نحطها على اقرب رف من الصاج من تحت علشان العيش يتنفخ معايا ويجيلي بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه. وعايزه اقول لكم ان انا اخر 5 دقائق ولعت عليها الشوايه لحد ما الفطاير جات لي باللون الجميل ده. يعني اول لما تلاقي الفطاير بدات تاخد لون من تحت على طول بتولعي الشوايه لحد اما الفطاير تاخد اللون اللي انتوا شايفينه. عايزه اقول لك بقى طعمها رهيب، وعايزه بقى كمان اقول لك ريحتها جميله جدا جدا جدا، وكمان واخده لون من تحت حلو قوي. وطبعا كمان حابه اوضح نقطه لانها بتجيلي في التعليقات كتير، نوع الجبنه اللي بتستخدميها ايه يا ام ليلي؟ نوع الجبنه اللي بستخدمها يا بنات هي الاطباء او الحمد. اي نوع متوفر عندي انا بستخدمه بيديني المطه اللي انتوا شايفينها. وطبعا كمان محتاجه ان انتوا تكتبوا لي ارائكم تحت في الكومنتات. بصراحه الوصفه دي تستحق كام على 10. شايفين بس شكلها عامل ازاي؟ تحفه رهيبه، لازم تجربوها. لايك بقى لو عجبكم الفيديو، وربنا يحسن ما بين ايديكم وبالف هنا وشفا. ويا ريت تاني هقول لكم تاني ما تبخلوش على الفيديو بلايك، لان ده اللي بيرفع الفيديو معايا. باي باي.